برنامج ممنوع من العرض انعرض مرة واحدة على التلفزيون، والغاية طقوس شيطانية، وبعدين اختفى. برنامج أطفال ومذيع وضحك وكل شي تمام، بس يلي صار رح يقلب موازين القصة. بدك تعرف شو عمل الشيطان بافوميت؟ لا تتردد تكمل معي، وإذا عجبتك لايك وشير. معكم سلوم يلي رح ياخدكم لعالم الرعب والخوف، ويلا نبدأ. هي الصورة يلي قدامك هي من مقابلة تلفزيونية كانت طالعة على التلفزيون البريطاني أوائل التسعينات. لقاء غريب وأثار حوله العديد من الشكوك وإشارات الاستفهام، لدرجة إنه انحذف من كل المنصات، لا يوتيوب لا أرشيف ولا حتى لقطة واحدة. بس القصة ضلت تنتقل بين الناس مثل كأنها لعنة ما بتختفي. إذا بتدقق منيح في جملة وراه بتقول بافوميت، وهي مو كلمة عادية، هاد اسم كيان شيطاني معروف بالطقوس الغامضة، واسمه لحاله بشعرك بالرعب. البرنامج كان شكله بريء للأطفال، ومذيع لابس لبس أبطال خارقين، وبكل حلقة بيطلع بشخصية مختلفة. الأولاد بيقعدوا بيجاوبوا على شوية أسئلة بجو مليء بالمزاح والفرح. بس الحلقة يلي بدي أحكي لكم عنها كانت غير. المذيع بوقتها طلع بشخصية غريبة ومرعبة، مانو بطل خارق، كان لابس قناع شبه رأس الثور، كأنه مجسد بافوميت نفسه. ملامحه غريبة ونظراته بتجمد الدم. كان البرنامج مستضيف حوالي 10 أطفال، كل ولد بيقعد تقريبا 5 دقائق بينسأل وبيمشي. بس الغريب انه كل ولد بس ينتهي من فقرته بيقول انه حاسس بدوخة وعيونه عم تزغلل، وبيحس انه بده يراجع. جميع الأطفال اشتكت والكل قال نفس الشي، المذيع عم يطلع من عيونه شي مؤذي. المذيع لما كان شي طفل يشتكي يضيع الموضوع ويضحك ويحول الموقف لمزحة. بس يلي جاية شي أفظع. بآخر الحلقة المذيع يلي لابس قناع الثور جمع كل الأولاد على المسرح وبلش يغني بلغة غريبة، وكأنها مو أغنية، كأنها تعاويذ، والأولاد عم يرددوها وراه وكأنهم منومين مغناطيسيا. بعد شوي بلش بعض الأولاد يصرخوا ويقولوا نحن خايفين، شكله عم يتغير، بيقصدوا شكل المذيع. وبلشوا يوصفوا شغلات مرعبة، إنه شكله عم يكون مرة حيوان ومرة إنسان، ووجهه مليان سائل أسود، وعيونه طالعة لبرا وكلها بياض بدون بؤبؤ. كل هاد كان مباشر، الجمهور جالسين ومبسوطين والمشاهدين عم تحضر، بس ولا حدا لاحظ شي. كل الرعب كانوا عم يشوفوه بس الأطفال يلي قاعدين قدامه. بعد البرنامج بأيام بلشت أهالي الأطفال يلي حضروا بهي الحلقة يستلموا أولادهم جثث مرميين بكيس زبالة بدون عيون، وصدورهم مفتوحة من عند القلب. شي مفجع. الشي الصادم انه تبين لاحقا انه هالحلقة يلي تقدمت هي عبارة عن طقوس كان محضر إلها من زمان، واختاروا يوم اكتمال القمر بالضبط من شان يعملوها قدام ناس كتار، لأنه كان لازم يكون في طاقة جماعية ولازم الكل يشوف الطقوس. كانت عيون الأطفال وقلوبهم هي قربان للشيطان بافوميت. والأغرب إنه صار في تعتيم إعلامي كامل عن هي الحلقة، وبعد ما خلصت الحلقة وبعد ما حضروها كل الناس انسحبت من أرشيف التلفزيون، وكان الكل ساكت وكأنه في شي أكبر مننا كلنا مسكتهم. أوبا.